أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا ميرو ودي قناتي فان فود. مين فينا ما بيحبش صينية البطاطس بالفراخ؟ أيوة، صينية بطاطس عالمية من المطبخ المصري. عايزة أقول لكم إن المطبخ المصري فعلا مطبخ عالمي، والوصفات اللي فيه وصفات أصيلة جدا وقديمة جدا ويعتبر من التراث. هنعمل النهاردة صينية بطاطس بطريقة سهلة بسيطة، بس هتدينا في الآخر طعم خرافي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وريحتها هتبقى فظيعة. حلة على النار هنحط فيها معلقة زيت وقطعة من الزبدة. هنكون غاسلين الفراخ كويس جدا جدا ومتأكدين من نظافتها كويس، علشان الفراخ ما يبقاش فيها اي ريحة. بنغسل بالملح والدقيق، وممكن نحط الحاجة اللي تقضي على اي ريحة تماما هي معلقة طحينة. جربي معلقة الطحينة دي، تركة مهمة جدا، في اي طيور بتستخدميها مش هتلاقي ريحة زفارة ابدا. هنشوح اول حاجة، هنشوح الفراخ وهنحطها على الناحية اللي فيها الجلد عشان عايزينها تاخد لون ذهبي والجلد يبقى كريسبي كده. رشة ملح وفلفل. بصوا بقى اللون اللي اخدته ده. التشويحة ديت مهمة جدا، بتدي تيست مختلف، وكمان بتقلل معايا في وقت التسوية بتاع الفراخ. زي ما احنا شايفين كده اخدت اللون الذهبي ده. هيكون معانا حوالي بصلتين متقطعين شرايح رفيعة، وحاطين عليهم ملح وفلفل، وندعكهم بايدينا كده بالملح والفلفل كويس جدا. دي تقليبة لغاية لما يدبل البصل، وبعدين بنحط فص ثوم متقطع شرايح رفيعة. بنفضل نقلبها كده هوت على النار شوية لغاية لما نحس ان الفراخ ابتدت تاخد يعني تشويحة كويسة. وبعد كده بنحط عليها كوبايتين من عصير الطماطم، ونقلبهم كده كويس جدا مع بعض بحيث ان هي الفراخ تكون اخدة كل الصوص. نسيبها تغلي. بعد ما تغلي شوية والطماطم تبتدي تتقل، بنحط قرن فلفل شرايح، ممكن سبايسي او ممكن بارد عادي. اللي احنا بنستخدمه، بس التوابل اللي انا بستخدمها هي ملح وفلفل. بحط بابريكا. في ناس بتحب تحط صلصة، بس انا مش بستخدم ابدا الصلصة، انا بعتمد على الطماطم الطبيعية والبابريكا. بنسيبها تغلي بقى كويس جدا مع بعضها، وبعدين احط معلقة هريسة حارة. الهريسة دي انا اللي عاملاها في البيت، وممكن لو موجودة عادي ممكن نشتريها، بس انا عاملاها وهبقى اوريكم بتتعمل ازاي. بعد ما حسينا ان الفراخ اخدت تقريبا 3/4 سوا او نص تسوية، بنطلعها من الصوص الطماطم، وبنبتدي نحط بطاطس اللي متقطعة شرايح بالشكل ده. دي السلايز البطاطس بنحطها في الصوص الطماطم والبصل، ونبتدي نقلبها على النار بالشكل ده كده، ونغطيها تاخد خلوتين 3 لغاية لما نحس انها برضو ابتدت تدخل في السوا. كده البطاطس عندنا خلاص بقت تمام والصوص تقل. هنبتدي نحطها في برام او صينية او بايركس، ايا كان يعني المتاح بالشكل ده كده، وهنحط عليها الفراخ من فوق، ونحط باقي الصوص اللي هيفضل دوت هنحطه على الفراخ والبطاطس وندخلها الفرن. في الوقت اللي هي بتستوي فيه الفرن هنكون بنجهز رز بالشعرية جميل بالشكل ده. طبعا كلكم تعرفوا تعملوه احلى مني بكتير. وفي الاخر تطلع معانا صينية البطاطس بالشكل الرائع ده. اهتموا جدا بتقديم الطبق، اهتموا بشكل الاكل. اهم حاجة ان الاكل يكون شكله حلو، يكون معمول بحب. صدقوني لو عملتوا الاكل بحب هيطلع حلو قوي. احلى صينية بطاطس اكيد بتاكلوها من ايد ماما عشان بتعملها بحب. امهاتنا بيعملوا الاكل بحب، ما كانش حد بتقول فيهم ملزمة ولا مش ملزمة، كانوا بيحبونا وبيعملوا لنا الاكل بحب بدون اي مقابل، عشان كده طعمهم ألذ. اعملوا الاكل بحب، هو ده سر الاكل الحلو. لو اتنين عملوا الاكل في نفس الوقت بنفس الرecipe، مقادير وكل حاجة زي بعض بالظبط، بس حد بيعملها وهو متضايق وحد بيعملها بحب، صدقوني الطبق اللي بيتعمل بحب بيطلع احلى. كده الفراخ استوت، شايفين الشوكة بندخلها فيها تمام. تعالوا بقى نجرب كده شريحة بطاطس من الفظيعة دي، ونشوف ايه الاخبار، ويا ترى استوت وطعمها حلو ولا لأ. هنطلع سلايس كده بطاطس
ايوه، ونحطه في الطبق. الله. يعني عايزه اقول لكم بصوا بقى دايبه ازاي. يعني هي مش استوت، هي بقت خلاص يعني بتقول كلوني يا جماعه، كلوني بسرعه. لازم ادوق. تحفه تحفه تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم، اهتموا بالتفاصيل البسيطة. حاجة مش لازم توابل كتير، اهم حاجة تكنيك بسيط. اعملوا الحاجة بحب، مزاج رايق، حبوا اللي انتوا بتعملوه علشان يطلع حلو. حطوا روحكم في الحاجة اللي انتوا بتعملوها، دي اهم حاجة. اعملوا جرنش حلو للطبق. حطوا تزويق حتى لو بسيط. كده هنحط بولة رز معاهم شريحتين بطاطس والوردة الحمراء الحلوة دي، ونقدمها وبألف هنا وشفا. أراهنكم لو عملتوا الحاجة بحب هتطلع حلوة جدا. مم. أظن مفيش أسهل من كده. وصفة سهلة تتعمل في ثواني، أو في دقايق، أو حتى في ساعة، بس تتعمل بحب. ده أهم حاجة. أشوفكم في وصفة جديدة وفان فود.